ما لا يدعي مجال للشك والإخوان. وانا شخصيا كان آمن بواحد القضية إيمان مطلق، أن المغرب خاصها نظام ملكي مطلق يحكم فيه الملك ويسود. أما هادشي ديال الديمقراطية ملكية برلمانية والله مجرد هدر للوقت والمال العام، لأن جربنا أحزاب وجربنا أحزاب وجربنا أحزاب وجربنا أحزاب كلهم فاشلين. تيجي وتيخدموا المصالح الشخصية ديالهم، ما كاينش شي واحد اللي تيوعد بشي حاجة وتيوفي بها. دائما المواطن تيعاني مع هاد الحكومات هادو. يعني راه ما غادي قال لك لا يوجد في القنافذ أملس. الأحزاب المغربية كلهم بحال شلاهبية حرايمية، ما فيهمش الثقة. الثقة الوحيدة اللي كاينة أنا شخصيا كان آمن بها هي الثقة في الملك وفقط. شي حاجة أخرى ما كان آمنش بها، لأن الأحزاب فاش كتوصل وقت الانتخابات بالنسبة لهذوك اللي تيقولوك تيبيعوا الأصوات ديالهم، راه المواطن مسكين ديك 200 درهم ولا ديك المساعدة اللي تيعطوه الأحزاب باش أنه ينتخب عليهم، راه المواطن فاش يكون في الحاجة ومحتاج، راه انت ديك 200 درهم الا انت كنتي ما كتشوفها شي حاجه هو راه تيشوفها شي حاجه. اللي تيبيع الصوت ديالو راه ما يمكنش، لانهما الاحزاب فاش تيجيو ما عندهمش الفضل. علاش انا تنقول هذا الشيء ديال الاحزاب ما خدامش في البلاد؟ لان ما عندهمش الفضل. انت كمواطن تكون بخير، دائما خصك تكون محتاج لهم. لهذا اي حكومه كتجي، اي حزب تيشد الحكومه، ضروري خصو يمحن المواطن باش دائما المواطن يكون بحاجه لهاد الاحزاب هادو فاش كتوصل وقت الانتخابات. وصافي وتيتراقعوا بيناتهم. هو اليوم في المعارضه، هو غدا مع، وهادوك اللي كيف خلاها محمد الجم الله يذكره بخير، هادوك اللي مع اليوم تيوليو غدا ضد، وهادوك اللي ضد اليوم تيوليو غدا مع، وهي غدا وتيقلبوا الادوار بيناتهم. اما حنا ما صالحناش هاد الشيء هذا. خصنا نظام ملكي مطلق يحكم فيه الملك ويسود، والله يعينوا علينا. هو اللي غادي يعرف يتصرف في البلاد، هو اللي غادي يعرف يسير البلاد كيف بغى. وما نصدعوا راسنا لا بانتخابات ولا بغير انتخابات، ومهنيين. اهم شيء نظام ملكي عادل، والحمد لله راه عندنا الثقه الكامله في النظام الملكي ديال البلاد، لان ما كاينش اللي تيحس بالمواطن قد الملك. هو اللي تيحس بالشعب ديالو اش محتاج اش خصو. اما هاد الاحزاب والله العظيم يمشي حزب ويجي حزب، ما كاين اللي يحس بك انت كمواطن ولا يضرب لك حساب. الا تيجيو تيخدموا المصالح الشخصيه ديالهم فقط، تيجيو تيدبروا على راسهم. شي حاجه اخرى راه ما خداماش عندنا في البلاد. والسلام.